كفاية باللون الأحمر لولا هؤلاء 560 شخصا. هؤلاء 560 شخصا هم المؤسسون الميدانيون لعالم الكفاية. نعم، وجدت هذه الكفاية لناس تسوي عظام الزيتون في أوائل أغسطس 2004، وكان أول من يشوفها هذا المحتوى الصحفي في جمعية الإسرائيليين للتنمية. لكن التأكيد الجماعي إن العصر عمليات كفاية عن الشارع، هذه كفاية عن الحضور الدولة. هؤلاء الذين اخترعوا قبلها بأساسية يستحق كل منهم سواء كان حاضرا أو غائبا عن حفل اليوم ذكرى الجميل. لا بد أن نتذكر أمين السادة والدكتور محمد السعيد الجميل وعصام الزيتوني، ولا بد أن نتذكر جورج إسحاق وأبو العيلة ماضي، ولا بد أن نتذكر أحمد بهاء الدين شعبان، ولا بد أن نتذكر هذا الجمع الجميل الذي كنت أنا في ذلك الوقت اسما مضافا إليه في جواب على سؤال السؤال: ما العمل بعد أن كان هؤلاء قد قدموا طريقة الشهور بيانا لتوسيع عام يقضي قضية الديمقراطية كقضية الاستقلال الوطني بعد هذه العراق؟ كان المظاهرة ليست مظاهرة هي في حدود الشارع وإلى أعلى الصف، وإذا كان من توصيل لصدق الثورة المصرية فإنها يوجد أمام دار القضاء العالمي ثم أصدرت واستظهرت في ميدان التحرير. وبين دار القضاء العالمي وميدان التحرير كانت تلك حرب الكفاية التي كانت وحدها تدعو للثورة العظيمة، التي كانت وحدها تقول أن الثورة من الثورة، التي كانت وحدها تدعو لمثل حاجة من المدعاة 2005 تبيع القطاع عن آثار الرجع يمشي عظيم في هذا البلد لتفتح ملايين من آثار في الآثار. كانت كفاية لنقص الثورة وحكمها وتتضرر، لا يعني ذلك أن حركة الكفاية هي تنظيم حصري لأعضاء معينين. كفاية نفع، كفاية قضية سرعان تنزلت الوضع بين أجيال متناسبة أنجزت حتى قبل الثورة المصرية هذا المذهب الجميل في تلك 2008 يوم انتصار المحلة الكبرى التي كانت وضع نهائية للثورة المصرية. ثم وصلت السيد حتى 12/12/2010 حين دعا إلى مظاهرة كبرى أمام ضرب المكان، وفي ذلك تمثل القضاء العالمي حدث في هذا اليوم 7,000 شخص. كان الشعار طاغي. هؤلاء 7,000 شخص تحولوا في غضون أسابيع إلى 7 ملايين امتلأت فيهم موازين التسليم وعلامة الغرب الكبرى في مصر. حرب الكفاية حين نتذكر الآن لا بد أن نذكر كل الأجزاء العظام الذين تداولوا على مؤخرة بدءا بجورج إسحاق، ثم العظيم الراحل الدكتور عبد الحليم الدين، ثم الدكتور عبد الحليم مصطفى، ثم شخص التقرير، ثم الاستاذ مجدي احمد تهديد عقد جهود الفكر محمد انسان احساس الدوله، ثم المهندس محمد الازهر. لا ليس في مقام التسع لنذكر كل هؤلاء الاجيال المختلفه الذين تدخل في شوارع ولون بالفعل او تحت الجمهور يحسبوا الشعب المصري حق الشارع. كانت كفايه وقتها مخلوق فنضيع ذلك القصص الكتابات التي انتهت الى عدم والذي الى الشارع، فالشارع وحده والذي يحيي المواد وهو الذي يحيي هذا البلد. واحسب ان قضيه كفايه التي هي قضيه الدوله وقضيه الشارع لا تزال هي قضيه مصر الان
في هذا النطق المسلم خلال العشر شهور التي مرت المحصلة إلى الآن أن المسلم العسكري في جهد الأساس بصرف النظر عن استثناءات القول في جهد الأساس يعمل من أجل إعادة تسجيل نظام مبارك بالمبنى والمعنى وتحدث الانتخابات التي تجري على الرغم من أنها تطور على أقل موضوع في نزاهة الإجراءات لكن أي موضوع لا تتأمر إنه مع تقدم الإجراءات لا زال الموضوع مجرد إذ أنه جرى خلق فكرة السياسة إلى المسألة بالكل وبدأ إلى تصميم ديني محض تعبير عن أسر المجتمع واحتاج في تطورات لأربعة رسول مرة وانتهى إلى فقه الولاء ووجد من يخاطبه يخاطب نفسه كجمعية دينية ومن يخاطب ذاته كجمعية دينية ومن هنا بدأ يشمل الفرق في هذا الأمر بالضبط في الإجراءات نحن نسلم برأي الشعب وأدعو الذين احتاجوا إلى أن يحكموا وسوف يتفق مع أبنائهم كأنهم امتداد لنظام مبارك هذه المرة في المعنى دون المبنى. أدعو على يد العجب وإلى الوصول إلى أقنعة مفتعلة من نوع الحكومات الثلاثية والأجهزة الثلاثية إلى أن يحكم اليمين المصري بحقيقة الإسلام اليهودي والإسرائيلي ثورة الآن لكي تتضح الذبيحة في المسجد كله ولكي ممكن الثورة المصرية أن تتقدم حقيقة إلى أي أهدافها الأساسية من العيش والسوية والاستقلال والعدالة الاجتماعية. لا نريد خداع فلم يكن أي من هؤلاء داعيا للثورة ولا مبادر إليها بل هو رجال ملتحق بها باحثا عن ذلك. لكن الثورة في المقابل يقتلون ويقتل الله يقتلون ويقتل المليك. هذه الثورة التي ولدت هكذا في سور الثورة هائلة بلا رأس مطابق لم تظل هكذا على الدوام. هذه الثورة تشبه الصورة المصرية القديمة قصة إبليس التي مرت تبحث عن أشلاء المسلمين لكي تعيد كأسا ثانيا. وكل ممتنع حقيقي للثورة المصرية يجب أن ينطلق من بئر الأمل والمشهد الطريق بسبب إقرار كامل لذكر الثورة أو رضي الثورة. لكن هذا ليس مشهد الرجال. هذه ثورة ولود ثورة متسلسلة لأنها تفتح من آثار الرجل جوهر عميق لم تكن تفعل. وأين مكان نوع الشرطة التي تحكم في هذا البلد وسواء كان المجلس العسكري وهو كل لا يتجزأ من إدارة الكفار. لذلك قلت أنه النظام والنظام الكفار في المبنى وفي المعنى أو حتى مع إجراء الانتخابات وتسجيل كما قصد الإجراءات سلطة الحكم إلى الحاجة على ثقة الشعب في أي طريق سيفرض الناس نزاع بين فكرة الثورة وفكرة الصوت. سيفرض النزاع قائما بين شرط الإجراء حتى لو كانت ذاتيا في رأيه
أحمد حرارة الذي فقد عينيه إنه الدورة الأولى وإن الثانية الدورة الثانية لا زالت له علوم كثيرة وسيكون العصر. أقول ببساطة وقد قلناها ونريد أن نجدد أننا كنا الوحيدين الذين تحدثنا عن ثورة في مصر، بل تحدثنا تحديدا قبل الثورة بخمس سنوات على الأقل عن خطوط مبارك في ميدان التحرير. أقول لهؤلاء المتفاهمين الآن بما يتصورون ضمن ثقة الناس بينما هو سيطر ثقة الناس. أقول لهؤلاء أن الثورة الثالثة تستطيع حتى لو تكونت لك الملك في تركيا ولا فيها، حتى لو نجحت إلى مساومة يعرفها الكل ضد الإمارة يد العسكر وضد يد الولاة. هذه الحدود اليمين الماضي. اليمين الماضي أيما كان نور بالآن ورد على الدولة الإسرائيلية أو ضاعت الدولة فيه اختيار الاقتصاد الاجتماعي هو ذات اختيار الاقتصاد الاجتماعي لحسن المبادرة. اليمين المصري أينما كانت فرصة الدينية أو الإسرائيلية وهم يتصارعون ويسوقون الصيحات ويستعينون معركة تحت استطلاع الدولة المدنية مع الدولة الدينية، بينما الأمر كله تعالى بالتعالى ومحاولة للمبالغة في قضية فرعية ثانوية جدا لا يوجد في شأنها اتفاق بين عامة المصريين ومسؤول الاتفاق على المادة الثانية من الدستور. هذه المبالغة القصد منها التغطية على وحدة الدولار بدولتين، القصد منها التغطية على اختيار الاقتصاد الاجتماعي يزيد من الأغنياء ويزيد فقر الفقراء، القصد منها التغطية على العياش نهائي تحقيق المليارات التي تنفق الجواب في كل اتجاه، القصد منها التغطية على انتماء هذا اليمين وحمايته لمصالح المليارات المليارات المال الحرام ايا كانت الوزن او كانت. ايضا هذا اليمين لا يتسامح بالقضيه الوطنيه في اي حاجه، ولنتذكر ان الحدث الوحيد الذي يخص القضيه الوطنيه المصريه قضيه تعالي استقلال الوطن لمصر الواقعه تحت حراسه الاسرائيليه في الاثار المترتبه على الوزاره وعهد السلام الوطنيه الاسرائيلي، والواقعه تحت احتمال الثلاثي الامريكي. لنتذكر ان المبادره الوحيده كانت مبادره هؤلاء الشباب الباسل الذين اقتحموا مقر السفاره الاسرائيليه في القاهره وكانوا التحرير الاسرائيلي يخرج تحت دور الحياه. لا كانت لا مبادره المجلس العسكري ولا مبادره القوى التي تتنظر الان وتتحدث عن انتهاء الشعب، بل ان هؤلاء يختارون اليهود كما اليهود لنتبعون إله شريعة السوء التي يتبعون إليها إله تنفيذي، يقطعون اليهود وبعضها الذي تحبه وقال قبل ساعات تأتي دموع الراس على مصالح إبراهيم في مصر وعلى ما يسمى بعهد السلام المصرية الإسرائيلية. في الاختيار الدولي المتعلق بقضية الديمقراطية توقع هؤلاء لإكمال السبب في هذا التطور، وكأننا أول أمة تعرف طريق الانتقال أو تعرف مرحلة الانتقال. هؤلاء ساهلوا من
ثم توقعوا مع الجنرالات بأن قسموا بالعشرة على الإعلان الدستوري الذي خرج في المجلس العسكري في تاريخ 30 مارس 2011 ثم بعد انتهاء شهر العسل والدخول إلى زمن الفترة المسيئة للنوع يحدثونك الآن عن سلطة البرلمان لا سلطة الشباب وما يكون الآن من نظام أو صراع هو محاولة لشكل فراغ الوطن أو قتل فراغ الوطن للجوهر المقصود ببساطة شديدة جدا من قبل دولية أولها الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل دوائر إقليمية أولها المملكة العربية السعودية أن تطرح كما يقبل فيه المدينة وأن يستمر النظام مبارك مبنى ومعنى وإن كان مستحيلا أن يستمر كمبنى يستمر كمعنى وسوف تنوم مع بدء انعقاد القرارات إذا كنا قد أخذنا ورعينا دلائل مبكرة على قيام المجلس العسكري وخيانته لقضية الدولة من أول التفاصيل والتواصل في سجل النظام القديم وعلى الرجال هذه المهمة والتفاصيل والتواصل على الرجال المهمة والتفاصيل والتواصل في إجراء انتخابات يحتاجه حتى القانون الذي وضعه والذي وضعه مثلا على تحريم الدعاية الانتخابات. هل رأى أحدكم أي نوع من الدعاية غير الدعاية الدينية في الانتخابات؟ لا يصيب أخر من الدعاية وكأن قضية مصر الآن المسلمة منذ 14 قرنا من الزمان أن تثبت لهؤلاء الفتح بالصحية العاملين بشريعة الأمريكان أنها مسلمة لأنها تحتاج إلى هؤلاء الحقيقة الذين عملوا في جسد الأمريكيين أن تثبت الإسلام. هذه مسخرة حقيقية سوف تحدث الأيام القادمة كيف أن السلطة التي سيبدو أنها مستحقة سوف تسلك ذات السيوف بسبب محاكم المبارك لن تجري أي إجراء أمنية في محاكم المبارك بسبب المسائل الأساسية التي تنتسب لمعنى الصندوق الأسود لن يحدث أي تحرك إنما قتل فراغ الوقت باستثمار قضايا طويلة النوع النص العربي والصينية والأسلامية ولا احنا لا يجب أن يتسلل إلى النفوس نعم تمثل أو تعيش في فجوة بين المجتمع الآن والثورة لكن يجب أن تمثل بشيء مهم جدا لا توجد أمة في التاريخ صارت رجال الأمر دائما يكون صراع من هذه الأمة ويمكن وفي مصر ما خرجوا 35 مليون اللي خرجوا 8 ملايين أو شيء من هذا الرقم في كل تاريخ الثورات تبقى أغلبية تراث الموت وتنحاز الوقت المبادئ. نعم يوجد فجوة بين المجتمع والثورة لأن الثورة تبدو فعلا مختلفة لوقتنا إلى المجتمع المصري إلى ما نعرفه من الخيال التاريخي انتهى إلى فرق ولا وجد من يخاطبه عن التأثير فجمع خاطب بتبعية كبيرة وخاطب ذلك تكفية وهذا هو تأثير هذا التضخم المتوازي السيارات دينية على الجانب الإسلامي وعلى الكنيسة المصرية في الجانب الآخر ثم حين كل هؤلاء هذه انتفعت هذه الطاقات والمواد لتعبر عن نفسها في صورة مصادمة. قلنا في زمن البحث الإطارة أننا سنعتمد مطارة مريمين مرة يدور الإنسان ومرة بعد أن يموت وقد أصبح
ظل 25 يناير بمباراه الاول وتعطي فيه الدوره الثالثه المحسنه باذن الله